لم يكن 15 من تموز يوما عاديا، فقد اهتز كيان الأتراك والعرب والمسلمين على خبر الانقلاب العسكري في تركيا. وما هي إلا ساعات حتى أعلن عن فشل هذه المحاولة الانقلابية، ونزل ملايين الأتراك رافضين للانقلاب. وبما أن العرب المقيمين في تركيا جزء من نسيج المجتمع، فكان لابد من رد الجميل لمن احتضنهم وفتح أبواب تركيا للمهجرين من الشعوب المضطهدة. الجالية العربية منذ اليوم الأول مشاركة في رفض الانقلاب والتضامن مع الشعب التركي، لكن في هذا اليوم أحبوا أن يكونوا معا، يتجمعوا معا ليردوا الجميل لتركيا التي استضافت اللاجئين والتي وقفت مع كل المظلومين وسمت السوريين ضيوف وسمتهم مهاجرين. تركيا التي وقفت مع الإنسان وبنت حضارة وقفت ضد الإرهاب، الحقيقة تستحق من كل العرب، من كل بني الإنسان، أن يقفوا معها وأن يدعموها في هذا الوقت الذي تحتاج تركيا فيه للكلمة والموقف الصادق والنبيل. لذا أقامت الجالية العربية تظاهرة كبيرة في الفاتح، حيث احتشد السوريون والمصريون والليبيون معبرين عن تضامنهم ورفضهم الانقلاب العسكري على الشرعية. تظاهرة رد الجميل التي حملت بين طياتها رسائل عديدة: رسالة حب للشعب التركي وكرم استضافته، ورسالة تؤكد أن العرب الذين اجتمعوا بأعداد كبيرة في وسط اسطنبول وقرب مسجد الفاتح يؤكدون أن الشعوب الحرة تساند بعضها البعض، وأن طعم الحرية لا يختلف في بلد عما سواه. أنا هذا الانقلاب الثاني اللي بعيشه بشكل حي. الانقلاب الأول كان انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ومحاولة الانقلاب الفاشلة اللي صارت بتركيا. طبعا انعكاسها على الثورة السورية انعكاس خطير جدا، بمعنى أنه كان نجاح الانقلاب هو عبارة عن يمكن أن تكون ضربة قاصمة للثورة السورية. فشل الانقلاب إن شاء الله سيكون خير إلى تركيا وخير إلى الأمة العربية والإسلامية، وأكبر خير إلى الثورة السورية. شعور أي مواطن عربي، أقول عربي سني مسلم، بأن فشل الانقلاب هو انتصار للعرب وللسنة وللإسلام. الحقيقة نحن أنا ماني مع معارضة النزول، أنا مع تأييد النزول طبعا، لأنه نحن إذا ما بدنا نشارك الأتراك، إخواننا الأتراك اللي فتحوا لنا بلادهم وبوابهم بوقت حاجتنا إلهم، كيف هلأ لازم نرد لهم بوقت حاجتهم إلنا؟ نحن لازم نلبي نداءهم ولازم نلبي فرحتهم ونكون معاهم إيد واحدة بإذن الله بهالمناسبة السعيدة. أما الرسالة الأهم فكانت تريد القول أن الشعوب تقف ضد جلاديها أينما كانوا وحيثما كانوا، وترفض الظلام بعد أن عاشت طعم النور. اختلاف في وجهات النظر لوحظ في التظاهرة، حيث فضل بعض السوريين رفع العلم التركي دون سواه، فيما رأى آخرون ضرورة رفع علم الثورة السورية، لأنه رمز على الحضور السوري القوي ورمز لوقوف المهاجرين جنبا إلى جنب مع إخوتهم الأنصار. هلا بالنسبة للرايات، نحن واجبنا أنه نرفع راية العلم التركي، تمام، لأنه نعتبرها هي الراية رايتنا، والراية تبعنا السورية اللي هي علم الاستقلال كمان هن اللي بيعتبروها انه رايتهم، فما في فرق بين الرايتين. يعني هي الشعوب عندما ترفض قرارات الوصاية عليها ممن يريدون حكمها بالدبابة والبندقية، لتقول إن الكلمة سلاح أقوى إذا رفعت الأصوات وتضامن أهل الحق صفا واحدا، وإن الظالم يمكن أن يدوس الأزهار لكنه لا يستطيع تأخير الربيع أو حجب الشمس بالغربال.